السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم عيد ميلاد بنتي. وجدت شي حاجه اللي بسيطه. كنتمنى انه ينال اعجابكم. هنا بالنسبة للسلطة وجدتها في الليل. يعني العمل بدأ في الليل. هنا بالنسبة للسلطة سبق لي وشاركت معكم في فيديو خاص بوحدو. صافي يعني وجدت داك الجزر وجلبانة سلقتهم هكايا في الليل، والبطاطس حتى هي. من طبيعة الحال كنحطوا الخضر دائما اللي كنسلقوها يعني باش تحافظ على اللون ديالها. كنحطوها في الماء وكنديروه هكايا الثلج باش كتحافظ على داك اللون ديالها وما كتزيدش يعني طيب، بحال اللي كتكمل الطياب. هنايا قطعت الخيار المخلل، ضفتو حتى هو على البطاطس والجزر وجلبانة. غير الفرق اللي غادي نشارك معكم في هاد السلطة هادي هو أن المايونيز يعني ديال الدار، ماشي اللي كنشريو. صافي خلطتهم هكايا كاملين. بالنسبة للمايونيز صايبته حتى النهار اللي كانت عندي يعني المناسبة، ما كتصبرش هاد الوصفة هادي. لأن راكم عارفين كلشي فيها طبيعي، فما كتصبرش، فصايبته حتى النهار اللي غادي نحتاجو. هنا سلقت 3 ديال البيضات ودرت نصف كأس ديال زيت الزيتون، ودرت ملعقة كبيرة ديال الخل، ودرت القليل من الملح والقليل من السكر، يعني ماشي بزاف، بجوج بيهم يعني. هكا ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة، ولكن الأغلبية كيكون السكر، يعني الملح غير واحد القريصة صغيرة. ودرت فص ديال الثوم. أنا كنحيدلو داك القلب اللي كيكون فيه خضر باش ما كيطلقش هكايا المرورة في الأكل، خصوصا دابا في الشتا كيولي هكا شوية داك الثوم دائما كيخرج داك القلب. هنا باش نخفف شويه داك القوام ديال المايونيز ضفت عليه 2 ملاعق كبار ديال اليوغورت الطبيعي. الا بغيتو تضيفوا اليوغورت الطبيعي، بالنسبه للناس اللي كيشريوه جاهز، ملي كتفتحوا ديك العلبه ديال اليوغورت الطبيعي كتحيدوا له داك الماء اللي كيكون الفوق، باش ما يجيكمش القوام ديال المايونيز خفيف بزاف. تحاولوا ما امكن تحيدوا داك الماء وتاخذوا غير اليوغورت. صافي هنا خلطت داك اليوغورت مع الخضر اللي سلقت من قبل، وبغيتو يعني تخليو داك القوام ديالو هكا يكون يعني ثقيل. كديروا غير شويه ديال الزيت، يعني بحال الربع ديال الكاس ديال الزيت باش يجيكم داك القوام ديال المايونيز خفيف بزاف. الناس اللي كتبغي تضيف الخردل بامكانكم انكم تضيفوا واحد المعلقه صغيره ديال الخردل. انا بغيت هاد السلطه تبقى طبيعيه باش تاكل منها نيت حتى بنتي. هذاك الشيء اللي درت هكا، يعني درت المايونيز في الدار. غير وكان هاد السلطه هذه كيف قلت لكم ما كتصبرش، يعني عاد تصايبوها مثلا اليوم، يعني الماكسيموم غادي تبقى لكم النهار الثاني او الثالث، ما غاديش تصبر لكم اكثر من هذا القياس، يعني واخا في الثلاجه ما غاديش تصبر اكثر من هذا القياس. هنا غادي نشارك معكم واحد الكريسات كيجيو الصراحه زوينين بزاف، والاهم انهم ساهلين. هنا عندي ملعقه كبيره ديال الخميره العاديه، حبيبات، وضفت عليها كاس ديال الماء كيكون دافي، يعني ماشي سخون، غير وكان كيكون دافي، وجوج ملاعق ديال السكر حبيبات، وكاس ديال الحليب حتى هو كيكون دافي. خصوصا في هذا البرد ما تحاولوش ديروا الحليب هكا مباشره في هذه الوصفه، ضروري خصو يكون دافي عفوا. هنا كتخليوها كتفاعل الخميره غير واحد شويه، غير مده 5 دقائق. كنتو مزروبين، فانا بعد المره كنستعملها هكا يعني مباشره. هنا درت 2 ديال صفار ديال البيض وكاس ديال الزيت. بالنسبه 2 ديال بياض البيض عفوا سمحوا لي. درت 2 ديال بياض البيض وكاس ديال الزيت. وصفر البيض غادي ندهنوا به، غير وكان انا راه استعملت غير وحده استعملتها في البوراك، غادي تشوفوا معايا ان شاء الله من بعد. هنا بالنسبه للدقيق، على حسب الدقيق، ولكن كتهز من 6 الكيسان حتى 6 الكيسان ونص. يعني ديروا من 5 الكيسان ونص، وانتم كتضيفوا شويه بشويه، يعني على حسب الدقيق اللي كتستعملوا واش كيشرب واش ما كيشربش. ولكن الاغلبيه كتهز 6 الكيسان ونص. هنا بالنسبه للناس اللي اللي كتبقى تزلق ليهم داك الورق الزبده، كندهن هكا شويه الطاوه غير بشويه ديال الزيت باش كيلصق شويه داك هدا، خصوصا ملي كنبغي ندخل هكا الفران، بعد المره كندخل هكا بالزربه كيتحولوا من بلاصتهم. هنايا صافي كنديرهم هكا كويرات صغارين. بالنسبه اللي كيبغوا الحياه مسطره بحالي، بامكانكم انكم تعبروهم باش يجيوكم هكا مقادين. الناس اللي كتبغي تعبر بحال هاد الكريسات هادو دير فيهم واحد 60 غرام ولا 60 غرام.
راهم ساهلين الصراحة بزاف بزاف وكيجيو زوينين. هنا ما تصورت واحد اللقطة كانت كديروا واحد شوية ديال الملحة، كديروا يعني الملحة مع الدقيق، أنا راه غربلتها مع الدقيق، كديروا واحد الملعقة كبيرة ديال الملحة، لأنهم كيجيو مسوسين يعني واخا فيها الوصفة السكر، ولكن كديروا الملحة. هنايا تنديرهم هكا كويرات هكايا صغارين، وصافي كندهنهم بصفار البيض. هنا بالنسبة لصفر البيض أنا شخصيًا ما كيعجبنيش غير ندهن غير من الفوق يبقاو هابطين هكا بحال الدميعات ديال صفر البيض، كيعجبني ندهنها يعني ديك الكريسة كاملة. بغيتو تزيدو تخفوها من داك اللون ديالها هكا ما يبقاش هكايا صفر، إما كتضيفوا واحد شوية ديال الحليب، واحد الملعقة هكا كبيرة، ولا كتضيفوا اليوغورت الطبيعي. أنا هنا راه من بعد ضفت شوية ديال اليوغورت الطبيعي باش كنخفف داك اللون ديال هكا ديال صفر البيض، ما كيبقاش هكا يعني عاطي هكا داك اللون ديالو. صافي كندخلهم يطيبوا في الفران. هذاك اللي بقى ليا كنت عاطيه لبنتي كتصايب، ومن بعد صايبته وعطيته ليها. صافي ها هما وجدوا كيجيو الصراحه زوينين هاد الكرس هادو هكا مع الشاي هكا في العشيه تبغيو تحطوهم في الكوتي، كيجيو الصراحه اكثر من رائعين وساهلين الصراحه، كيوجدوا بسرعه. أنا راه طيبتهم حتى قرّبت هكا حتى العشية. صافي هنا ملي كيطيبوا كتخرّجوهم وكتغطيهم واحد ل5 ديال الدقايق باش كيبقاو هكا يعني كيبقاو هكا مفشفشين بحال القطن. صافي كنفتح هكايا كل وحدة كنفتحها مزيان وكندير لها الجبن الكريمي. هذا الجبن الطري ماشي الجبن ديال المكعبات أولا المثلثات. المثلثات. بغيتو تستعملوا ديال المكعبات أولا المثلثات كتستعملوه، ولكن هذا راه الجبن يعني الطري اللي كيكون هكايا، يعني كيكون طري ماشي الجبن الكريمي اللي تكلمت عليه. كنتمنى تكون وصلتكم الفكرة. المهم هنا كنقطّع غير الأوراق ديال المعدنوس، غير الأوراق فقط. صافي وكنبقى هكايا ندوّر كيلصق هذاك المعدنوس. بالنسبة إلا كانت عندكم شي مناسبة أو مثلًا غاديين يجيوكم الضياف أولا حتى النهار اللي تكونوا غاديين يعني تحتاجوهم، عاد ديروهم المعدنوس، لأن من بعد ملي كيبقى فيهم المعدنوس بحال اللي كيكرمل شوية، ما كيبقاش عاطي داك المنظر زوين. وصافي يعني كتديروا المعدنوس حتى الوقيته اللي كتكون عندكم المناسبة، ولكن نتو غادي تاكلوهم مثلا في العشيه هكا في الكوتي. ها نتوما كتشوفوا الشكل ديالهم الصراحه ساهلين وكيوجدوا بسرعه الصراحه وكيجيو زوينين. راه كنت دوشت ليها باش زعما تنعس وتخليني نقضي الشغل، ولكن ما نعست على مده الصراحه. وصافي هنا وجدت هذاك الشيء هكايا على بكري. هنايا التحليه اللي كنت شاركت معكم اللي حطيتها في فيديو بوحدها الصراحه كتجي زوينه، وحطيت هكا هادشي فوق الفيترينا لان كنا بغينا نحولوا الطبله، يعني الطبله ديال اللي غادي نحطوا فوقها الاكل حولناها لواحد الجهه. فحطيت غير فوق الفيترينا باش يجينا هكا ساهل. هاد الكسيوه خديناها ليها بصراحه مع كان راجلي مشغول وانا مشغوله. الصراحه كنختاروا هذه وهذه، ولكن كتبت ليها هذه. Şu yerde bir tane tek var onu ver. Al al. Şurada şu. Şu al. Dikkat. هنايا بالنسبة لداكشي ديال البالون لأنها ما كتخليش فلصقناه يعني حتى لآخر لحظة. راه شافتو دخلت وبقات كتغوت باغا حتى هي داك البالون. هادو البورك اللي شاركت معكم كيجيو أكثر من رائعين. هداك صفر البيض اللي شاركت معكم ديال 2 بيضات، وحدة يعني دهنت بها داك الكريسات، وحدة دهنت بها هاد البورك هادو، وصافي دخلتهم للفران. هادو دخلتهم حتى المهم نور ما تعشينا يعني حيت كيطيبوا دغيا، فدخلتهم يعني حتى الاخر باش يبقاو هكا سخانين. وصافي من طبيعة الحال درنا لها شوية هكا ديال البالون. في هاد الجهة هادي حولنا داك الطبلة لأن كتجينا التلفازة وهدا كيجينا بزاف ديال هكا شي حاجة هكا من مورانا. هنا بصراحة بغيت نهضر لكم على العنصرية ديال الأزرق، ولكن الفيديو عندي قصير إن شاء الله نهضر عليه. إلا لقيت هكا شي فرصة هكا في الفيديو نتكلم لكم عليها. Üfür. Elleme üfür. Hadi üfleyelim mi kızım? Hadi. Üfle. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Ya bir öpücük al.
هنايا بالنسبة للحلوى ديال عيد الميلاد اختاريناها على أساس في نفس اللون ديال الكسيوة ديالها، ولكن شنو درتي سبحان الله فعلًا كيخدموا العنصرية مع الناس اللي كيكونوا برانيين، فشد وخدم هذيك الحلوى ديال عيد الميلاد مباشرة فوق الكارطونة، يعني ما دارش ليها داك سميتو ديالها، خدمها هكا مباشرة فوق الكارطونة، فقطعتها اضطريت نقطعها ونحطها. ومن هاد الشي كامل في هاد عيد الميلاد نسينا السلطة الروسية، حطيتها في الثلاجة ونسيتها. فعوّضت عليهم إن شاء الله في مناسبة واحدة أخرى إن شاء الله نشاركها معاكم. كنتمنى هاد الفيديو ينال إعجابكم، ونتلاقاكم في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.